نبدأ حلقتنا اليوم. منين نبتدي الحكاية؟ حكايتنا غريبة شوية. حكايتنا كل يوم بنشوف مشاكل عديدة بتتقابل وبنتواجه بيها. مثل محمد رمضان اللي قدم في رمضان البيت المصري فيه الضحكة والفرحة واللي كانوا الناس بتنتظره. فجأة عشان قام ورقص بدلة. هو عايز يقول إن أنا لبست بدلة رقص شرقي، يعني إن الواحد المصري أو الواحدة المصرية تقدر تعمل كتير. هو غلط إنه لبس علم مصر، بس إنه ابنه طفل اللي عايز يتربى في وسط أبوه وفي وسط أمه وياخد المعلومة المفيدة فجأة يبقى خريج أحداث. صعب طبعا. ليه القانون بتاعنا ما يسامحش ويدي الرحمة لكل واحد ويدي لكل واحد منفس كده يخرج منه للنور؟ ليه ما ناخدش قضايا الناس وشرهم لذة وفرحة لينا، وإن إحنا كل يوم عايزين فعلا نسمع الغريب. مرة عن بوسي شلبي اللي قعدت متجوزة عمرها كله تكتشف فجأة إنها مش متجوزة، مش هي الوحيدة. ده في أسر مصرية كتير الزوج بدون رحمة وبدون شفقة وبدون إنسانية بيطلق الست، ويا ريت بيخبرها أو ينبهها. لأ، طمعه وجشعه وغروره إن هي ما يبقالهاش طلبات أو حقوق أو إنه هيقابل وجه كريم هيبقى ضحى. إيه بالعكس، ده أنت بتضيع حقك عند ربنا، وربنا هيحاسبك لأنك بتعاشرها معاشرة الزوج وأنت مش زوجها. بتبقى قاعدة هي آمنة ومطمئنة إن هي في ذمة راجل متوفر لها طلباتها وحياتها، وهي مش متوفر لها حاجة. بالعكس، تخرج على مصيبة كبيرة وتواجه الشارع ازاي، وازاي يبقى وشها فين، واللي يقول معاها واللي يقول ضدها. احنا مش مع حد او ضد حد، احنا انسان بيدي الرحمة والشفقة للناس عشان الناس تحس بيه. نخلي برنامجنا ازاي تعرف معلومة وازاي تفيدك وازاي تدي الخير للناس، والناس برضو تصير لك الخير وتصير لك الحسن. ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين نضحك على بعض، ولا كل واحد يسرق ضحكة التاني ويشتغل عليها، ولا حد يسرق التاني ويشتغل عليه. كل واحد يشتغل على نفسه بإرادته وقوته هو، يسمع المستحيل. المستحيل بتاعه مش بتاع حد تاني. وما نبقاش مصدر شماتة للعرب وللعالم كله. ده النهاردة محمد رمضان عمل، ده النهاردة بس شلبي، ده النهاردة وفضايحنا اتنشر على العالم كله. احنا عايزين نمسك لساننا، وكل غلطة تبقى ببيتها مسكونة، مش القواضي بتاعتنا تتملأ على العلن. وبعدها نقول يا رب، يا رب الستر قبل ما المصيبة توصل، مش بعد ما المصيبة تبقى علن وبقت عند الناس كلها. أنا من خلال مؤسسة النيل أتمنى منكم إخواني المشاهدين تقفوا جنبي وتساعدوني أن نفس المؤسسة تخرج للنور وتبقى مؤسستنا فعلا مؤسسة الخير والعطاء. أنا جريت كتير عليها وتعبت كتير فيها وعملت المستحيل، بس كل الناس أما تحس إن هي عايزة تقف جنب واحد بالعكس بتبقى عايزة تضره مش تقف جنبه. احنا عايزين العطاء يبقى نابع من جوانا، من قلوبنا. آه، يبقى المشاعر داخل فينا. أنا كنت معاكم بفضفض فضفضة حد مقهور أو زعلان نفسه فعلا يخرج بحاجته. وختم معكم سهير يوسف.